تعالوا كده نشوف أول حكاية من حكاياتنا النهاردة. هي معانا في الاستوديو. اتفضلي. أنا جاية النهاردة أحكي على آخر حاجة كنت أتوقع إنها تحصل معايا. أنا كنت متجوزة وعندي بنتين. حياتنا كانت ماشية زي حياة أغلب الأزواج، يعني ساعات كويسين وساعات بنتخانق. وكنت بحكي لصاحبتي كل حاجة، كانت بتتدخل كتير قوي علشان تصالحنا. كنت دايما بقولها ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ويعوضك خير عن الجوازة الفاشلة اللي انتي مريتي بيها. كان جوزي دايما يقارني بيها ويقولي خليكي عاقلة زي صاحبتك. ولما كانت تيجي عندي البيت وتعمل أكل، كان جوزي يشكر قوي في أكلها ويقول لها يلا علميها. أنا ما كنتش بزعل وقتها علشان كنت عارفة كويس قوي إنه بيهزر، وكمان أنا كنت بثق فيها جدا وبعتبرها أختي. لغاية ما في يوم جالي رسالة من واحد بيقول إنه فاعل خير، بس غالبا هو طليقها وكان بيراقب تليفونها، وبعتلي صورة لصاحبتي مع جوزي في بيتها. وواضح قوي من الصورة الحب المتبادل والرومانسية اللي ما بينهم. أنا مصدومة قوي من وقتها، بتهرب من مواجهتها وطبعا ما كلمتش جوزي في ولا أي حاجة. أنا هتجنن من التفكير. قوليلي، أواجههم ولا أبعد ولا أعمل إيه؟ أولا، هي صاحبتك أنت. نفس المشكلة، بنطلع أسرار بيوتنا بالكامل بره ليه؟ بتقعدي تحكي لها كل حاجة بينك وبين جوزك، فهي عرفت وقرت على طول ايه اللي بيعجب جوزك وايه اللي ما بيعجبوش. وبطبيعة التنافس، بطبيعة المرأة، حبها للظهور، فكانت بتحاول دايما قدام جوزك انها تثبت ان الحاجات اللي مش عاجباه فيكي برضه مش موجودة فيها، وان كل حاجة هو عاوزها هي عندها. يعني ايه انت موافقة ان حد يطبخ في بيتك لجوزك غيرك؟ هو في ايه؟ يعني هي لما تطبخ لجوزك في بيتك وتأكله وتعمل له الشاي، ما تخش تنام جنبه بقى؟ هو انت دورك ايه؟ انت مش ست؟ يعني ايه صاحبتي تبقى مقيمة معايا انا وجوزي في البيت؟ ما هو انا النهارده بحط، مش هقول ان بنزين جنب النار. يا ستي انا مش بلومك انك انت وثقتي في جوزك ووثقتي في صاحبتك والاتنين طلعوا خاينين، بس ما هي الخيانة برضو لها طريق، والطريق لجهنم مفروش بالنوايا الحسنة. انت اي حاجة زيادة عن حدها بتنقلب ضدها. تيجي تقولي لي بقى اعمل ايه؟ اوعي تقولي رجعي جوزك اللي خدته منك. مش هي خدته منك؟ اوعي تقولي له ولا تقولي لها انك عرفتي. اسحبي نفسك بالراحة منها. اشغلي جوزك، اتغيري، البخيه، املي حياته، رجعيه تاني. ده هنا التنافس بينك وبين اللي خطفته. وصدقيني، هي مش احسن منك، بس انتي قادرة انك ترجعي جوزك لو عوزتيه. لو قمتي واجهتي النهارده، هيبقى قدامك حل من اتنين: يا يعتذر فتبقي قابلتي الخيانة، يا يقولك انا هسيبك واروح لها. خلينا كده، اللي خد منا حاجة نرجعها، وبعد ما نرجعها بقى ما نغلطش نفس الغلطة تاني. فركزي مع جوزك، وانا عارفة كويس قوي الست لما بتحط في راسها حاجة بتقدر تعملها. هتجيبيه، انا عارفة.